السلام عليكم، جمعتكم مباركة. اليوم أنا شفت فيديو للأخ عبد الفتاح مهدي وهو يتكلم بحرقة عن قضية أخوه طلال وعن الحكم الصادر الذي قد صدر منذ فترة ولم ينفذ حتى اليوم، حكم بالإعدام، وقد تم التوقيع عليه من قبل المشاط، لكن الرجل بيشتكي إن هناك نافذين ومحامين فجرة بيعرقلوا حكم التنفيذ. تخيل أن تستيقظ كل يوم على أمل أن تنتهي المعاناة، ثم تكتشف أن الانتظار ما زال هو الحكم الوحيد الذي ينفذ. هذه ليست مجرد قضية في ملفات المحاكم، بل قصة أسرة تعيش الألم منذ سنوات، وقصة أخ ما زال يطالب بأن تأخذ العدالة مجراها. نتضامن إنسانيا مع الأخ عبد الفتاح مهدي، ومع الضحية طلال مهدي وأسرته، ومع كل أسرة أنهكها الانتظار بين أروقة الإجراءات والتأجيلات، فالعدالة المتأخرة تترك جرحا مفتوحا في القلب وتبقي المعاناة حاضرة وكأن الفاجعة حدثت بالأمس. الاختلاف في الآراء حق، لكن حق الضحايا وأسرهم في معرفة مصير قضاياهم وإنفاذ الأحكام وفق القانون يبقى مطلبا شرعيا لا ينبغي تجاهله. العدالة لطلال، نفذوا أحكام القضاء